السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله وتوحشكم بزاف. المهم جيت اليوم نشارك معكم واحد السفرية ديالي. أول مرة غادي ندخل المطار، أول مرة غادي نركب الطيارة. كان واحد الإحساس جميل جدا صراحة، وقلت مع راسي نشارك معكم هذا الفيديو هذا بالرغم أنه تأخر. وهنا كنت كيف ما كتشوفوا صورت لكم الأجواء الخيالية من طائرة من الفوق، واحد الجو والبنات، شي حاجة واو، شي حاجة زوينة بزاف. مكذبش عليكم، كان واحد الإحساس رائع جدا، ما سخيتش أنني ننزل من الطيارة. كان واحد الإحساس زوين بزاف، كنتمنى كل وحدة تحس به، سواء تمشي للعمرة، سواء تمشي لأوروبا، سواء تمشي لأي بلاصة، سواء تمشي للحج إن شاء الله بإذن الله. المهم واحد الإحساس زوين بزاف بزاف بزاف. كاين واحد حسن الضيافة في الطائرة، كاين حسن الاستقبال، يعني الاهتمام بزاف صراحة. وهنا كيف ما كتشوف كانت الدخلة ديالنا فاش دخلنا المطار. كتدخلي كتعطيهم لي كارت ناسيونال ديالك وكتدوزي البوالز، عاد كتجلسي تسناي تقريبا واحد ساعتين. هنا في ديك الفترة اللي كنا كنتسناو، يعني ديك الفترة اللي كنبقاو نتسناو مازال ما دخلناش، يعني عطيناهم لي كارت باش كيفيريفيو لي كارت ناسيونال وداك الشيء والبي حتى هو. هنا لقيت هاد المتحف اللي كاين في مطار العيون، وخديت الإذن من عند صاحب المحل. يعني متحف تقليدي، شي حاجة زوينة بزاف، وصورته كيف ما كتشوفوا. المهم هنايا راه كنت دايرة النقش الصحراوي انا صورت لكم التقاليد الصحراوية اللي ما شاء الله ما كاينش احسن منها الصراحة. فانا جذوري صحراوية وكنحماق على شي حاجة سميتها الصحراء بصفة عامة كتعجبني بزاف. كيف ما كتشوفوا انا الزي الصحراوي والخيمة اللي لا يعلى عليها، لا هي لا الجو ديالها لا الشاي الصحراوي اتاي. المهم الجليسة والبن الزريك كلشي زوين صراحة. هادي كما كتشوفوا كيديروا فيها اللبن مصنوعة من الخشب. المهم شي حاجة زوينة بزاف. القدحة كيسموها القدحة. وكيف ما كتشوفوا هنا هادو الربايع ديال اللي كيدير فيهم اتاي. انا كنبقشش كنبقشش مزيان. وديك البلاصه اللي دايرين فيها يعني فين تجلسي، وفي نفس الوقت دايرين فيها ديك الشكوى ديال البن. وما هادو التقاليد الصحراويه القديمه، شي حاجه زوينه. هنا هاد الاحجار ما عرفتش ديالها الصراحه. المهم انا كنشوف شي حاجه كان نصورها او ميم طون كان نسول عليها صاحب المحل، ولكن المتحف، ولكن ما كنتش نقدر انني ندير فيديو. ويعني الصوت الحقيقي لان كيكون شويه ديال الصداع في المطار، فاضطريت انني نصور لكم غير فيديو تاخذوا فكره على هذا المتحف هذا اللي زوين. وهنا غادي نخليكم مع الصور ديال هذا الفيديو هذا تاخذوا فكره على التقاليد الصحراويه، على هادشي كامل اللي كيخص الصحراء. المهم بالنسبه لهاد السفريه هذه، بما ان بزاف ديال البنات اللي غادي يسولوني فين سافرت، ف يعني ركوب الطياره من اين والى والى اين. فبالنسبه لهاد السفريه هذه كانت كيف ما كتشوفوا هادشي عندهم زوين صراحه. كيف ما هادشي كيكون في سوق الحج متوفر بالتقاليد السوسيه والامازيغيه، فراه حتى كاين في الصحراء. المهم التقاليد الصحراويه كثيره ما شاء الله تبارك الرحمن، وعندهم شي حاجه زوينه بزاف صراحه، زوينين بزاف صراحه. كما قلت لكم يعني بزاف ديال البنات اللي غادي تسالوا في هذه السفريه هذه فين مشيت. فكنت سافرت العيون لواحد المناسبه. ومني سافرت يعني العيون كنت مضطره انني نرجع من العيون للاكادير. وبما ان كتكون مسافه طويله بزاف من العيون لاكادير، يعني مده تقريبا تقدر تكون 10 ساعات، تقدر تكون 11 ساعة، تقدر تكون 12، تقدر تكون 10 على حسب الشيفور كيفاش داير والطريقه ديال السوقان ديالو واش كيوقف واش. يعني نورمالمون اي سياقه كتكون خلال ساعتين ضروري كتصارحي واحد شويه. ف يعني على حسب، يعني كاينه مده طويله وكاينه تسخسيخه بزاف، فاضطرينا اننا نجيو من العيون في الطائره. كانت واحد السفريه زوينه بزاف صراحه، عجبتني بزاف. ما بغيتش نضيع هذا الفيديو هذا، قلت انني نقادو نحطو معكم وميم طون بقى عندي سوفونير.
وهادشي اللي كاين البنات. نخليكم مع هذا الفيديو، غادي تشوفوا هذا المتحف هذا تاخذوا عليه فكره، في نفس الوقت غادي تشوفوا شنو كيعطيونا في المطار، شنو كناكلوا، شنو كيعطيونا، فاش وصلنا. ومشاركت معكم كل شيء. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وشكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم وعلى الاسئله ديالكم ليا. راني بخير وعلى خير الحمد لله على كل حال. شكرا لكم بزاف الناس اللي كيسولوا عليا على خدتكم عليا. هنا البنات الفترة ديال الانتظار ديالنا كانت تقريبا شي ساعتين وربما كنا مشينا مع 7، وكانت الطيارة عندنا تقريبا مع 9 وصلنا مع 10 تقريبا. المهم كانت واحد المدة طويلة ديال الانتظار حتى كتجي الطيارة عاد كتمشي باش يعني صافي المسافرين كاملين كيمشيو. ما شاء الله الطيارة يعني واحد كتشوفيها في الصور او في الفيديو كتكون في شكل، ولكن فاش كتشوفها اون ديريكت يعني كتخيلك شكال يعني ما شاء الله كبيره، ويعني الموظفين اللي فيها ما شاء الله كتار، وفي نفس الوقت يعني كيتعاملوا زوين. انا كما كتشوفوا فاش جات الطياره يعني فاش جات راه عيطوا على داك ليكيب اللي مسافرين باش يركبوا باش يلتجئوا للاماكن ديالهم. وانا حاولت انني نصور لكم كل شيء كيف ما كتشوفوا. المهم غادي نخليكم مع الفيديو ونكثرش عليكم الهضره. الخطوط الملكيه المغربيه انا كنت طالعه انا وماما، كنت سافرت انا وماما. هادشي اللي كاين البنات. غادي نخليكم مع الفيديو، غادي نصور معكم كل شيء حتى الوصول ديالنا. خبيت عليكم والو. وهذه انا لبست الملحفه الصحراويه كيف ما كتشوفوا. حاولت نصور لكم. انا درت حنه صحراويه، كل شيء صحراوي. وانا تحاول تصور لكم الطياره فاش يلا كتطلع. فاش يلا كتطلع البنات. غادي نخليكم مع الفيديو. ما تنساونيش باللي جيم لي كومونتير كوم دابيتود، وما تنساوش بلي انا كنبغيكم بزاف. وفي هاد اللحظة بالضبط كانت أجمل لحظة. أنك تشوفي هذا المنظر من الفوق. يا سلام يا سلام، واحد الجو كان بارد. يا سلام واحد الجو خطير. هاد الصورة هذه أو هاد المنظر هذا اللي ما تنساش ليا. زوين بزاف، واحد الإحساس ما كتخيلش أنك تنزلي من الطيارة صراحة. زوين واحد الاحساس بزاف. كنتمنى ان شاء الله اللي ما عاشوش يعيشوا. المهم الجماليه ديال المغرب، الجماليه ديال هادشي هذا يعني شي حاجه زوينه. هنا كيف ما كتشوفوا كاين واحد الكريسي على شكل يعني شكل طابل اللي كيعطيوك فين انك كتاكلي. كيعطوك هنا دانون، مادلين، ساندويتش، ميني ساندويتش، او ميم طون كيعطوك سوا عصير سوا مناضه سوا الماء، يعني كلشي كيعطيوه لك. المهم كلشي زوين. المهم شكرا بزاف على حسن المتابعه اللي خدتكم عليا.